اضطراب جوي سيزداد نشاط خلال أمسية اليوم إن شاء الله. الواجهة الغربية والوسطى أمطار على شكل زخات بإمكانها أن تصل لغاية 40 مليمتر، وهذا على كل من ولاية وهران، مستغانم، معسكر، غيليزان، شلف، عين دفلة، المندية، البليدة، تيبازا، العاصمة. إذا كمية الأمطار تتراوح ما بين 20 إلى غاية 40 مليمتر حتى على الوجه الشرقي خلال اليوم الغد إن شاء الله. تنبيسير المفعول بداية من منتصف نهار الغد إن شاء الله وإلى غاية يوم الجمعة عن كميات معتبرة تتراوح ما بين 40 إلى غاية 50 أحيانا 60 مليمتر على كل من ولاية البويرة، تيزي وزو، وكذلك ولاية بيجاية، جيجنسكي، دعنابة، الطرف، حتى على المرتفعات الداخلية على شمال سطيف، كذلك قسنطينة، مينا، جنمة، وسوق كهراس. إذا أمطار معتبرة إن شاء الله حتى تساقط ثلوج خلال ليلة اليوم إن شاء الله على المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية. بعض الأمطار على الواجهة الغربية خلال يوم الغد، بينما السحب ستنتشر خلال الأمسية ستخص شمال الصحراء. درجات الحرارة خلال ليلة إن شاء الله طقس باردة مرتفعة، درجتين فقط على البيض وسعيدة، 11 درجة على السواحل، 9 درجات على كل من بشار، أدرار، تنين، وكذلك إليزي، وحتى على تمرست، 12 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد تراجع محسوس في درجات الحرارة تقريبا على كافة المناطق الشمالية، ننتظر 8 درجات فقط على البيض، 16 درجة على العاصمة، 19 درجة على كل من بشار ولاية هردية، كذلك 25 درجة على الصحراء الوسطى، 28 درجة كان المقياس على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد سيبقى مضطرب على كافة السواحل، رياح ستشتد خاصة على الوجه الوسطى وكذلك الشرقية بالناطرة الغربية تماما تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة. تواصل لتساقط الأمطار خلال يوم الجمعة تكون معتبرة على شكل زخات ستخص الوجهة الشرقية على السواحل وكذلك مرتفعات، بعض الأمطار كذلك على الوجهة الوسطى. أجواء مستقرة على المناطق الغربية بعد تلاشي الضباب، هبوب رياح قوية على المناطق الشمالية الوسطى وكذلك الشرقية. تواصل كذلك لتساقط الثلوج على القمم الجبلية الوسطى وخاصة الشرقية، وأجواء مشمسة على الجنوب. خلال يوم السبت إن شاء الله الأمطار ستتواصل في التهاطل على المناطق الغربية، وأقول عفوا على المناطق الوسطى والشرقية، بينما السحب ستلتحق مع الانطلاق قدوم اضطراب جوي على مناطق الجنوب الشرقي. الأمطار ستزداد غزارة خلال بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. خلال يوم الأحد ننتظر أمطار بشكل زخات تكون معتبرة على مناطق الجنوب الشرقي ومنطقة الواحات. تواصل كذلك لبعض الأمطار على شكل زخات ستخص المناطق الوسطى والشرقية، هبوب رياح طويلة على كل هذه المناطق، تحسن في حالة الطقس على المناطق الغربية وكذلك مناطق الجنوب الغربي إلى غاية أقصى الجنوب. غروب الشمس ليوم الغد سيكون بحول الله في تمام 5:33 وهذا التوقيت يمس بالعاصمة وما جاورها من مدن.